بس ان انت اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا اصدقائي وصديقاتي. النهارده برضو مع سلسله التطاول على العذراء ام النور. فانا ادي مطلوب مني الاخ ان انا معاذ. اقعد افهمك ايه المسيحيه عشان نقعد على طاوله حوار نتكلم. انت مش عارف اخوه الرب دول مين؟ دول ولاد خالته بس، ده بحسب ايمانكم. طب ايه ده؟ انت هتقول انت بتناقض نفسك ازاي وانت قلت قبل كده ان يوسف النجار دخل على مريم وانجب منها 4 يعقوب ويوسف سمعان ويهوذا؟ هقول لك اسمع الفيديو اصلا كويس الاول. انا قلت ان البروتستانت بيؤمنوا بكده والارثوذكس والكاثوليك مش بيؤمنوا بكده، بس ده اللي انا قلته. وعملت ايه تاني؟ جبت ادله البروتستانت على الكلام ده، وجبت التفاسير المسيحيه اللي منها التفسير الحديث اللي بيزكيه البابا توادرس في كتاب مفتاح العهد الجديد الجزء الاول صفحه 14، وجبت من دائره المعارف الكتابيه اللي بيزكيها برضو البابا توادرس في نفس كتابه مفتاح العهد الجديد الجزء الاول صفحه 15، وويليام باركلي. والثلاثه بيقولوا ان اخوه الرب دول اخواته بجد من علاقه شرعيه ما بين يوسف النجار وما بين السيده مريم. فانا اتمنى قبل ما تطلع ترد عليا تدرس المسيحيه الاول عشان ما اضطرش اقعد افهمك المسيحيه عشان نتكلم. طب اشكرك ان انت عايز تفهمني المسيحيه. اتمنى يكون عندك اشكرك ان انت عايز تفهمني المسيحيه. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا اصدقائي وصديقاتي. طبعا احنا شفنا سلسله الانتهاكات والتطاول على القديسه العذراء مريم ام النور، واللي الكتاب المقدس صنها في كلماته وفي اياته وفي انجيله. ومش بس ان انجيل واحد تكلم، ده الاناجيل كلها. احنا عندنا انجيل يوحنا الايه 25 اصحاح 19، وعندنا انجيل متى 27 56، وعندنا انجيل مرقس 15 40. فالاناجيل كلها بتتكلم عن ام النور. هو المقصود بالكلام ايه؟ ما انت مش فاهم يا استاذ معاذ، احنا نفهمك. قول انا مش فاهم، مش عيب لما افهمك. المقصود حضرتك ان وهي مريم ام يعقوب الصغير ويوسي وسمعان ويهوذا. مريم دي المقصود بيها اخت القديسه العظيمه مريم العذراء، اختها الصغيره. فلازم تفهم الحته دي كويس قوي، اللي هي اللي انجبت 4 صغار. لكن انت بتزاد برضو في الغلط وفي التطاول، وبتقول ان القديس يوسف النجار نجح العذراء، والكلام كلام في منتهى قله الادب والسفاله. وانت بتقول ان انا غلطت فيك. انا ما غلطتش فيك طبعا، انت كشخص ليك كل احترام وتقدير. انا بغلط في فكرك لان فكرك مغلوط، وانت عايز تثبت حاجه مغلوطه وتديها مشروعيه المشروعيه القانونيه او المعتمده. طبعا انت بتجيب ادله من البروتستانت وبتجيب ادله من كذا وكذا وكذا. طبعا انا عايز اقول لسعادتك على حاجه، ان انت بتخلينا نبحث وندور، واحنا بنشكرك على الكلام ده، لان انت ابتديت تخلينا فعلا ندور بنفسنا. حقيقي انت مشكور، ولكن انت طالع برضو تنال فيا واهانه ليا. انا يا سيدي الله يسامحك، لكن انا مش هسامحك في التطاول على العذراء ام النور، مستحيل. لان انت تطاولت على اقدس سيده اللي ربنا اصطفاها من نساء العالمين. ده حتى مذكوره في القران الكريم. والحلقات اللي فاتت احنا جبنا ايات من القران الكريم وجبنا التفاسير بتاعتها عشان ما حدش يقول لنا. وانا ما قلتش الايه، انا شغلت الايه وانتوا سمعتوها. فلازم كلنا نفهم المخطط المحاك لنزع فتيل الفتنه بين الاقباط وبين المسلمين. احنا والمسلمين اخوات طول عمرنا، يد واحده. لا انت معاذ ولا عصابتك ولا اللي وراك ولا اللي بيمونوك هتقدروا تهزوا او تفتتوا النسيج الواحد. لازم تفهم دي كويس قوي، ان اقباط مصر ومسلمين مصر ايد واحده. احنا يا جماعه، انا بخاطب شعب مصر كله، مسلمين ومسيحيين. يا جماعه احنا داخلين دلوقتي على انتخابات رئاسيه، فتح باب الترشح في شهر 11 القادم. فيجب ان كلنا نلتف حوالين القياده السياسيه وتبقى ايدينا في ايدين بعض. احنا كمصريين بنحب تراب مصر. احنا ما عندناش باسبور نطلع على اي دوله، مفيش مكان هيستحملنا ويشيلنا غير البلد دي، ماشي. وبالنسبه لزياده التطاول بتاعك يا عم معاذ، انا مش هقدر اقرا الكلام اللي انت كاتبه، بس هخلي الناس تقراه. ده معاذ اهو، معاذ صفحتك، عشان ما تقولش ان احنا بنقول عليك حاجه اهو.
ده معاذ اهو، اهو اهو معاذ. هو في كل الاحوال ده الكلام بقى، ها، بيرد على واحده اسمها ساميه وهبه، في كل الاحوال مش هيكون اسوأ من وضع يسوع المادي، الحريم كانت بتصرف عليه. ده الكلام اللي بيقوله معاذ اهو، اهو هقراها لكم اهو، عشان اهو بياخد شقلوب للناس اهو ماشي. فالاخ معاذ كاتب بيقول ايه، طبعا ده معمول سكرين شوت وهنزله في اول تعليق على فكره. بيقول هو في كل الاحوال مش هيكون اسوأ من وضع يسوع المادي، الحريم كانت بتصرف عليه. ويؤن امراه خوذي وكيل هيرودس وسوسنة واخر كثيرات كن الحريم يخدمنه من اموالهن. يا سلام، لا مؤاخذه بيصرفوا عليه. وبعدين هفترض ان، وراح واقف التعليق على كده، كلام في منتهى قله الادب والسفاله. ماشي. طبعا الست بتقول له هو انت اصلا بتشتغل ايه؟ شكلك كده بلا عمل عاطل. طبعا واحد كل 5 دقايق يا جماعه بيطلع فيديو، كل 5 دقايق بالظبط بيطلع فيديو، كل 5 دقايق بيطلع فيديو. وانت يا معاذ قلت في الفيديو القديم بتاعك ان يوسف النجار دخل على عذراء ونكحها وانجب منها 4، صح؟ ودلوقتي في الفيديو بتاعك طالع تكذب كلامك الاولاني وتقول اصلا مصادر البروتستانت. يا حبيبي، ما في برضه زي ما في المسيحيه مصادر بروتستانت، برضه في الاسلام في مصادر تانية، بس احنا ما بنحبش نتكلم في الحاجات دي لان ما يصحش، لان مش من حقنا، مش من حقنا. يعني انت بتخلي الناس تاخد فكره صعبه جدا جدا. عمر يا ابني الاسلام ما كان بالاسلوب بتاعك ده التهكمي على الاديان السماويه. انا ضد تماما، ضد اي اساءه لاي دين سماوي، وضد تماما اساءه لاي رمز من رموز الاديان السماويه، وكل رباط مصر كده. فانت ليه بتحقنوا الفتنه بين الشعب الواحد؟ ليه؟ هنجيب برضو الفيديو بتاعك، برضو هنسمع وانت بتعلمني. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، لان انت يعني انسان، انت عايز تتعالج، صدقني انت عايز تتعالج. نسمع اساس الفيديو بتاعه اهو. انت عندك مشكله في فهم المسيحيه. انا عايزك تفهمني المسيحيه، ويا ريت انت تفهمها. انا اقعد افهمك ايه المسيحيه عشان نقعد على طاوله حوار نتكلم. انت مش عارف اخوه الرب دول مين؟ دول ولاد خالته بس، ده بحسب ايمانكم. طب ايه ده؟ انت هتقول انت بتناقض نفسك ازاي وانت قلت قبل كده ان يوسف النجار دخل على مريم وانجب منها 4، يعقوب ويوسف سمعان ويهوذا؟ هقول لك اسمع الفيديو اصلا كويس الاول. انا قلت ان البروتستانت بيؤمنوا بكده والارثوذكس والكاثوليك مش بيؤمنوا بكده. يعني انا هقول لك على حاجه، هل يجوز ليا اني مثلا في تفسير ايه من القران الكريم بدل ما اشغل تفسير السعدي اشغل تفسير الشيعه؟ هل يجوز ليا كده؟ انت ليه بتقتحم خصوصيات غيرك؟ يا اخي كل واحد يخليه في دينه، انت مالك ومال ديني؟ انت ليه بتخلي الشباب تبتدي تبحث وتدور، وبعد كده ما اللي بيعرف معلومه بيطلع يقولها؟ ارجو من حضراتكم يا جماعه ما تتفرجوش على هذا الشخص المسمم فكريا، لان هذا الشخص فعلا شخص مسمم فكريا. وكفايه بقى تطاول على عذراء ام النور، كفايه كفايه بجد، لان انتوا بتحاسبوا على رد الفعل. طب ما الفاعل قدامك اهو، محدش بيحاسب الفاعل ده ليه؟ ما انا ماسك كوره مثلا تنس، خبطتها في الحيطه جت في وشي، هل بعد كده امسك كوره التنس اقطعها واحرقها واقول هي السبب، ولا اللي حدفها هو السبب؟ فارجو نفهم شويه، نفهم. ده انا اوريكم كمان راجل جميل وراجل معتدل جدا، يا ريت كلنا نسمعه ونفهم الكلام اللي بيقوله الراجل ده. انا اول مره بصراحه يعني اشوف كلمات طالع يتكلم بمنتهى الحياديه والعدل. ولازم يا جماعه كلنا نتخذ من نفوسنا الحيطه والحذر لفخ الشيطان، لان الشيطان عايز طلبكم ليجربكم، افهموا الحته دي. فهو بيرمي لك الكوره وانت بتجري ترد عليه، يكون الفخ منصوب لك.
لازم كلنا نفهم دي كويس قوي. والفخاخ كتيره، اللي طالبينكم كتير. ولازم تفهموا حاجه، ان مكتوب ان كل من يقتلكم او يعذبكم او يعمل فيكم اي حاجه مش تمام، هو فاكر ان هو بيقدم خدمه لله. فلازم نفهم الحته دي، يعني نتوخى الحيطه والحذر، الحكمه. كونوا ودعاء وكونوا حكماء. فمش اي حد زي معاذ ممكن يخليه يستفزنا، زي الولد اللي اسمه عبد الرحمن عوض ولا عواد. لازم نفهم برضو يا جماعه، انا خايف عليكم كلكم، وكلامي اللي بقوله ده خوف عليكم. اي حد يتطاول يا جماعه اعملوا سكرين شوت وشيروا. لكن مش معقول بقى هنفضل في الهاريه الغريبه دي. سبب الهجمه الشرسه على المسيحيين اليومين دول ايه؟ هو محاوله تفكيك الوحده الوطنيه. واحنا بنقول لكم يا معاذ انت والعصابه بتاعتك، كلنا كهبات مصر بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا كهبات مصر بنحب الجيش المصري. كلنا بنحب الداخليه المصريه. وعمرنا ما هنسيب لا الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا جيش مصر ولا شرطه مصر، لان احنا ملناش ملاذ امن ولا ملاذ وحيد سوى الدوله المصريه. ناخد التعليقات. شيري وانت بتطالب بمحاسبه ابانوب عماد ما تنساش تطالب بمحاسبه السبب. ده الرساله دي لك يا عم معاذ. يا عم معاذ، ده انت منزل صوره، انا هحاول اجيبها كده، منزل صوره ان واحد بيعيط بيبكي دم وبتقول ده المسيح، البابا الليمبي. يعني منتهى قله الادب ومنتهى السخريه من الايمان والعقيده، وده كان على صفحتك. فمش عارف بقى انت هل انت شلته ولا ما شلتش الصوره الغريبه اللي انت كنت حاططها عندك. وعامل فيديوهات مسميها خطايا يسوع. ايه يا اخي، ما تخليك متربي بقى شويه، ما تخليك متربي، وبعد كده ترجع تقول عايزين نطالب بمحاكمه فلان. لما تحاكم نفسك انت الاول، لما تقدم نفسك انت للمحاكمه تطلب بمحاكمه غيرك. لكن مش هنفضل في التطاول والاساءات دي باستمرار. الكلام ده مش هيصح، والكلام ده ما ينفعش، ودي مش حلاوه ومش حاجه كويسه ان انا اطلع اغلط في دين غيري. ما ديني عندي، اقرا ديني وافهمه واشرحه للناس عشان اللي مش فاهم يفهمه. ايه المانع في الكلام اللي بقوله ده؟ لكن انتوا اجنده خارجيه مخططه لنزع فتيل الفتنه في مصر، ولازم الناس كلها تعرف الكلام ده. وبقول لكم ان الاجنده بتاع بص مثلا خطايا يسوع صفحته اهي، خطايا يسوع اهي صفحته. انا داخل على صفحتك وبقول اهو، ما بجيبش حاجه من عندي، ما بجيبش حاجه من بيتنا. كلها انتهاكات وكلها ازدراءات وكلها غلط في المسيحيه وفي رموز المسيحيه. لمصلحه مين يا معاذ؟ مين المستفاد في الاخر؟ افضل اتكلم زي ما انت عايز تتكلم، مين المستفاد من كلامك؟ الا اذا كان في مجموعه صغيره بتمولك عشان تزرع فتيل الفتنه، عشان تبعد الناس عن القياده السياسيه، وده مستحيل. مسيحيين مصر طول عمرهم مع الرئاسه، مع الرئيس، محبين للدوله المصريه. وجايب صور لسيدنا امباسادوروس يعني، وبتقول يرد عليا. يرد على مين بس؟ هو سيدنا اصلا شايفك عشان يرد عليك؟ يعني سيدنا شايفك عشان يرد عليك يا معاذ؟ ولا انت فاكر نفسك عالم العلماء؟ ايه دراساتك؟ ايه علمك؟ مفيش غير انك طالع تغلط وتسب وتشتم. لما تقول انا قلت ان يوسف النجار دخل على العذراء، دي اسمها قله ادب منك. دي اسمها ان انت بتغلط في القران الكريم قبل ما بتغلط في الانجيل. ماشي؟ بصوا عامل ازاي. شايفين قله الادب؟ شايفين قله الادب؟ بصوا يا جماعه، شايفين قله الادب بتاعت معاذ؟ ده يرضي ربنا؟ يعني رموز المسيحيه كده تنتهك على صفحتك بمنتهى قله الادب، وفي نفس الوقت انت
تأمن العقاب؟ الله لا يسامحك، لا انت ولا اللي مشغلينك. الله لا يسامحك. وانا ما بغلطش في شخصك، انا بغلط في فكرك، لان انت فكرك مسمم، انت فكرك هدام مش بناء. منزل صورة على صفحته، صورة الليمبي، وادي برضو من ضمن الصور اللي منزلها. بصوا شايفين قلة الأدب؟ شايفين؟ اتفرجوا. دي صفحة الأخ معاذ، كلها ازدراء وكلها شتيمة وكلها قلة أدب. ناس كتيرة قوي عفاض بيها كتير من اللي أنت بتعمله. وللأسف ما في يعني اللي بيطلع يتكلم الدنيا بتيجي عليه للأسف يعني. وأنا ضد أي حد يغلط في أي دين أو أي معتقد. أنا مش مع أي حد يغلط في أي دين أو أي معتقد، معلش يعني. المسيحية طول عمرها بتحترم الأديان السماوية، ماشي؟ لأني أنا عايز أقول كلمة يا أخ معاذ، يعني سؤال صغير. هل اللي بيعبدوا البقر واللي بيعبدوا الجاموس واللي بيعبدوا أيا كان الشمس والقمر والحاجات دي، ربنا مش بيرزقهم؟ ربنا مش أعلم بيهم؟ طب أنت مش شايفهم؟ ما تروح تكلمهم. ناخد برضو الفيديو بتاعك تاني اللي انت عمال تغلط فيا. انا مش عارف انت بتغلط فيا ليه اصلا، يعني اصلا انت بتغلط فيا ليه؟ انا مش عارف، رغم ان انا ما غلطتش فيك. انا بناقش وجهة نظر، انت مصمم على الغلط. الله يسامحك يا اخي، ده في حقي، لكن الله لا يسامحك في التجديف على الروح القدس. ده حق اسامحك فيه، لكن تجديف على الروح القدس مش مسامحك فيه. والكلام الإساءة والإهانات اللي أنت كاتبها على السيد المسيح ده أنا أنزلها لك في التعليقات، ما تقلقش عشان الناس تشوفها. نسمع كمان. يعني بيقول أنا قلت يا سيدي أنا مستعد أقعد معاك على طاولة حوار ونخلص القصة بتاعتك، بس مش عايزين حد يزعل. إيه ده؟ أنت هتقول أنت بتناقض نفسك إزاي وأنت قلت قبل كده ان يوسف النجار دخل على مريم وانجب منها 4 يعقوب ويوسف سمعان ويهوذا؟ هقول لك اسمع الفيديو اصلا كويس الاول. انا قلت ان البروتستانت بيؤمنوا بكده والارثوذكس والكاثوليك مش بيؤمنوا بكده، بس ده اللي انا قلته. وعملت ايه تاني؟ جبت ادله البروتستانت على الكلام ده، وجبت التفاسير المسيحيه اللي منعت واحد اسمه احمد شبراوي يا نصارى، يعني كلام في منتهى. شكرا يا ابني، دي تربيتك. شكرا يا ابني، دي تربيتك، احنا متشكرين جدا. احمد الشبراوي ده شخص سيدنا النبي يا نصيف، مش اي حد يا سيدي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا ضد اي اساءه لاي دين او اي رمز، لازم نفهم كده. انا مش مؤيد الكلام اللي اتقال، تدرس المسيحيه الاول عشان ما تضطرش. بس لازم نفهم حاجه يا استاذ احمد. اللي دخلت شتمت النصارى، انت محلل ليك تشتم النصارى عادي، محلل ليك تشتم المسيحيين، صح؟ ده محلل ليك عادي، ومحدش يرد على، عشان اللي يرد عليك بتعمل له سكرين شوت ماشي. ومحمد كمان معاذ ملوش دعوه يا استاذ امير. طيب معاذ لما يطلع يقول على العذراء مريم ان يوسف النجار نجح ودخل عليها وانجب عيال، وبعد كده يطلع في فيديو تاني وينكر الكلام اللي قاله ويقول اصل انت لازم تفهم. انا اللي افهم. انا عايزك انت اللي تفهم يا معاذ، مالكش دعوه بالقصه دي مش قصتك. انت مش راجل دين مسيحي تطلع تفهمنا ديننا. كل واحد يبقى في دينه يا جماعه، كل واحد يبقى في حاله. ليه نحتك بخصوصيه الاخر؟ واحده اسمها نور عادل نفس الشتيمه برضه، واحده اسمها نور عادل برضه داخله عماله تشتمني. وانا اشكركم لان الشتيمه بتاعتكم دي بالنسبه لي انا دي بركه. اشكركم، ادوني بركه زياده. اشكركم، دي بركه انا ما استاهلهاش منكم يعني. شيري وانت بتطالب بمحاسبه ابانوب عماد، بس انا عايز اقول لكم زي ما احنا بنطالب بمطالبه محاكمه ابانوب عماد، ما نطالب بمحاكمه المتسبب عبد الرحمن علي ولا عوض، عبد الرحمن عوض ولا عوده. والناس جايبه، وهنزل لكم برضو السكرينات بتاعته. واحمد الشبراوي ده برضه، واحمد الشبراوي اللي داخل يهني وداخل يشتمني. انت بتشتمنا ليه؟ ما انت حر يا باشا، ما انت امنت العقاب، فعشان كده انت طلعت دول برضه وعارف ان ليك حساب
لو انت محترم وعارف ان ليك حساب مش هتطلع تشتم كده. ولكن اخيرا وليس اخيرا طبعا هناخد برضو بقى ايه اهو، باسم ناجي لازم يتحاكم. اي حد متسبب في ماشي اهو. نشوف برضو التعليقات. احمد يا جماعه كله يعمل سكرينات للاستاذ احمد شبراوي، عشان هعمل لك سكرينات وهنزلها لك، ونشوف اذا كان ده يرضي حد او يرضي ربنا اللي انت بتعمله يا قليل الادب يا اللي مش متربي. هنشوف. الدكتوره جوليس يمين ربنا موجود معانا، ربنا طبعا يا بنت عمرنا ما هيسيبنا. محمد احمد الشبراوي محمد كامل العذراء فوق دماغنا. العذراء اشكرك يا استاذ محمد كامل العذراء فوق دماغنا. لم يتعرض هو يا جماعه تعرض لقدسيه العذراء وطهاراتها وعفتها، فلو ده يرضي حد اديني بعرض الموقف. روفا رفقه بتقول ربنا موجود. بس احمد الشبراوي دوت باذنك يا رب احنا كلنا بنعمل له سكرين شوت دلوقتي. معلش يا جماعه الفيديو تقريبا عليه بلاغات كتيره شغالين عليا، فعشان كده بيقطع. اخيرا وليس اخيرا عشان بس نقطع عليهم الفيلم بتاعهم اللي بيعملوه ده. نلتف جميعا خلف القياده السياسيه المصريه، الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطه المصريه، ونردد جميعنا خلفهم تحيا مصر تحيا مصر بيكم وليكم. وان شاء الله الظاهره الغريبه اللي طلعت علينا اليومين دول الله تنتهي قريبا قريبا قريبا، واملنا كبير في ربنا ان احنا هنشوف ايه من عند ربنا في الاشخاص المتهكمين على طهاره العذراء وعفتها وصونها وشرائع امراه. يعني ربنا شغالين يا جماعه روبوتات على الفيديو وهو شغال، وربنا يستر على الفيديو ده ما يتمسحش. الحقوا شيروه قبل الحذف.